كشفت مصادر مطلعة أن أستاذة اللغة الفرنسية التي كانت تدرس بأحد معاهد التكوين المهني بمدينة أرفود توفيت صباح اليوم الأحد متأثرة بجروح بالغة أصيبت بها إثر اعتداء جسدي خطير تعرضت له على يد أحد طلابها البالغ من العمر 21 سنة في الشارع العام باستخدام أداة حادة. وكانت الضحية قد نُقلت في حالة حرجة إلى قسم العناية المركزة بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس يوم 27 مارس الماضي، إلى أن فارقت الحياة اليوم الأحد متأثرة بخطورة إصابتها. وخلف هذا الاعتداء الذي تعرضت له الأستاذة على يد أحد طلابها صدمة قوية في صفوف الأسرة التعليمية والرأي العام والمحلي والوطني، وسط موجة من الاستنكار والغضب العارم الذي اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي.